انت في اسوأ حالاتك في الفتره دي. ايه هي الفتره اللي بيكون فيها في اسوأ حالاتي؟ لو انت سنك من 30 ل 40، تعالى اقول لك ايه اللي عندك بالظبط. عندك حاجه اسمها بري مينيبوز. يعني ايه بري مينيبوز؟ يعني فتره ما قبل انقطاع الطمس او انقطاع البريد. ودي فتره مهمه جدا اللي بيحصل فيها مضاعفات كتير، من اهمها ارتفاع الكورتيزون، البعبع اللي في جسمنا. وللاسف هرمون الكورتيزون ده هرمون التوتر في جسمنا، بيفرز بشكل كبير لما بكون في حاله خطر او في حاله خوف او في حاله قلق. من اول ما في حاجه بتجري ورايا، لغايه الامتحانات، لغايه قلقي على الولاد، لغايه سهري فتره طويله، تفكير كتير، عياط كتير، اوفر سيتنج. عامه بتفرز الكورتيزون بكميات كتير. طيب الكورتيزون لما يتفرز بكميات كبيره يعمل ايه؟ يعمل بلاوي. من اهمها بيكون في سمنه في المنطقه اللي انتوا كلكم بتشتكوا منها، اللي هي المنطقه البطن العلويه. بيكون في بلي ابدو من فوق عالي، في بيكون في دهون في منطقه الدراعات، في منطقه الظهر من ورا. ودي المناطق الشهيره اللي بيكون فيها تجميع الدهون نتيجه ارتفاع الكورتيزون. بيكون كمان بيرفع معايا الانسولين اللي بيرفع سكر الدم، وبيجيب لنا بالتبعيه مقاومه انسولين. بيكون في لخبطه في هرمونات الاستروجين والبروجسترون في السيدات نتيجه قرب انقطاع البريود. كمان بيكون جسمي معبي ميه، وبنقول الكلمه الشهيره انا جسمي حاسه كانه شويه رمل وتقيل عليا وانا بتحرك. بيكون في الم في مفاصل الجسم كلها. بيكون في انتفاخ للوجه وانتفاخ للدراعات. بيكون فيها كمان تساقط كبير قوي للشعر، بهتان للوجه، تفكير كتير بالليل، وأرق مستمر معايا. للأسف كمان بيكون في نقص في المناعة، فبيكون معدل التهاب الجسم عالي، والتهابات في الجسم عالية جدا. واعراض تانية كتير للكورتيزون، انه بيسبب حاجه اسمها ووتر ريتنشن او احتباس سوائل في الجسم. بيبقى الجسم مرفخ، ومهما اعمل دايت بحس ان انا مفيش نتيجه. طيب بعد ما قلت كل ده على هرمون الكورتيزون، عشان انزل هرمون الكورتيزون اعمل ايه؟ تابعوني الفيديو الجاي. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن هرمون الكورتيزون وامتى بيترفع وبيعمل ايه في جسمنا لما بيكون عالي. تعال نقول ازاي نتجنب ارتفاع هرمون الكورتيزون وانا بعمل دايت، او على الاقل وانا متوتره. قلنا الكورتيزون يعني جسمي معبي ميه، لازم لما اجي اعمل دايت اركز كويس جدا، او حتى لو انا مش وزني كويس ومش عايزه اعمل دايت. لو انت سنك من 30 ل 40 وداخله على فتره البري مينيبوز، لازم في الوقت ده تكوني خلاص قطعتي كل علاقتك بالسكر. وهنا انا مش بتكلم عن السكر الصريح بس، بتكلم حتى عن السكر المخفي. في حاجه اسمها سكر مخفي، احنا ما بناخده بطريقه غير صحيحه، غير صريحه، زي زبادي الفواكه، زي المخبوزات اللي موجوده في المخبز، زي اي حاجه، زي اللبان، زي الحاجات اللي بتكون في السوبر ماركت مليانه سكر واحنا مش واخدين بالنا. فانت هنا لازم تكوني قطعتي كل علاقتك بالسكر، لازم تكوني قطعتي كل علاقتك باللحوم المصنعه والمعبأه اللي بتكون كيميكال اكتر منها سعرات. وبنبقى واخدين حاجه اسمها امبتي انرجي فود، يعني اكل غير مغذي لكن مليان بالسعرات الحراريه فقط، غير ان هو بيكون مسبب لبعض الامراض الصحيه. وانا في السن ده ببقى عرضه اكتر للامراض دي، سواء ارتفاع كوليسترول، ارتفاع ترايجليسرايد، دهون ثلاثيه، ارتفاع مقاومه الانسولين، وما شابه الكومبو اللي انتم كلكم عارفينه. فلازم تكوني قطعتي كل علاقتك باللحوم المصنعه. لازم كمان تكوني اتعودتي على الملح القليل في اكلك، لان الملح من اكتر الحاجات خطورته ما تقلش عن خطوره السكر. تقليل الموالح في اكلنا من الحاجات اللي بتقلل اضرار ارتفاع هرمون الكورتيزون وتعبئه الميه وانتفاخ الجسم والتهاب المفاصل، غير ارتفاع ضغط الدم. فلازم تتعودي على تقليل الملح في اكلك. لازم في السن ده تكوني اتعودتي ان انت الميه شيء اساسي في جسمك، وهي علاج لكل الامراض، وانا بسميه العلاج اللي ببلاش، اللي من غير اي فلوس بقدر احافظ بيه على كل انسجه جسمي. لازم تكوني اتعودتي على الميه الكتير في اكلك وطول النهار، خاصه قبل الوجبات. لازم تكوني اتعودتي ان الاعشاب والسوائل افضل كتير من العصاير المعبأه او من البيبسي والكنز والمياه الغازيه ان جنرال، زي الكمون بليمون، اعشاب القرفه والجنزبيل، اعشاب البابونج، المورينجا. كل الاعشاب الطبيعيه افضل كتير جدا لتنزيل المياه اللي متخزنه في جسمي اكتر من الحاجات المعبأه والموجوده في السوبر ماركت.
لازم في السن ده ابقى عارفه ان انا محتاجه كورس الفيتامينز بتاعي اللي ما يقلش اهميه عن الاكل بتاعي. لازم ابقى واخده الفيتامينات المناسبه ليا، من فيتامين د، من مغنيسيوم، من كالسيوم، من حديد، من زنك. لازم ابقى واخده كومبو الفيتامينات ده اللي بيقدر يحافظ على صحتي ويقلل لي لخبطه الهرمونات اللي بتكون موجوده معايا فتره ارتفاع الكورتيزون في جسمي. ومش محتاجه اقول لك ان انت محتاجه تظبطي سعرات جسمك بحيث ان انت ما تبقيش بتاخدي سعرات اقل او سعرات اكتر، ولا تكوني بتاكلي عامله دايت تقليل اكل فقط من غير ما تاخدي المغذيات الاساسيه اللي جسمك محتاجها. فانت محتاجه تمشي على نظام بالانس دايت او نظام متوازن في كل العناصر اللي جسمك محتاجها في الفتره دي. وطبعا مش محتاجين نقول ان احنا محتاجين نقلل ليفل الاسترس في حياتنا علشان يقل معانا هرمون الكورتيزول.